السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ وحشني. كل سنه وانتم طيبين يا بنات. انا هعمل بقى النهارده ايه. انا عندي هنا هعمل كبد وقوانص بتوع فراخ. ماشي، بس هعملهم بقى بطريقه كده تعجبكم ان شاء الله. ماشي، انا معايا هنا ايه كبده. انا بعمل القناصه هنا دي انا مخليها لوحدها، والكبده لوحدها اهي. ومعايا فلفل هنا مقطعاه كده. عندكم فلفل الوان حطوا، ده الموجود عندي. ومعايا هنا التوابل، كمون، ومعايا فلفل اسود، ومعايا كزبره ناشفه، ومعايا ملح، وبصلتين وسمنه، ومعايا دبس رمان، وثوم مهروس. نقطع بقى كده البصل ده كده جوانح. ماشي يا حبايبي. نقطعه كده ايه، عشان انا هسوي بقى هسوي القوانص الاول. اهو يا بنات، انا قطعت هنا البصل اهو، بس هرش عليه حبه ملح كده صغيرين اهو. عشان ايه؟ اول ما اقطع بس القوانص كده بقطعها انا كده حتت صغيره. انا هحط الكبد صحيحه زي ما هي، لكن القوانص هقطعها كده ايه حتت صغيره كده. انا قطعت يا بنات البصل اهو، وقطعت القوانص اهي. شوفوا نضيفه وغسلاها بالدقيق والملح وكده والليمون وزي القشطه اهي. بصوا، هعمل بقى هنا احط التوابل دي كده على بعض كده اهي، واحط عليها ايه، معلقه كده دبس الرمان بس. واقلبها كده، واحط عليها ايه حبه توم كده ايه مهروسين اهي. دي بقى يا بنات هتخلي ريحتها بقى ايه وطعمها تحفه تحفه تحفه. بس انا هقول لكم بقى نحطها امتى. لما نخلص خالص كده هقول لكم تتحط في ايه في الوقت امتى يعني. ماشي يا بنات اهي. اركنها بقى دي كده على جنب، خليها كده مع نفسها. وارجع بقى هنا اجيب البصله. ودي حبايب نجيب بقى كده ايه معلقه سمنه. دي زبده انا مسيحاها اهي. وانزل عليها بقى كده بالبصل. اشوحها كده بس تشويحه كده. احط لها حبه فلفل اسود، تتشوح كده شويه وتدبل كده. اهي يا بنات، البصله يدبل كده، انزل عليها بقى بالقوانص اهي. شايفين نضيفه زي القشطه اهي. انا هحط القوانص الاول عشان تاخد سوا، تستوي كده او هي تستوي. لو حطيت الكبده هتستوي قبل القوانص وتبقى نيه.
فانا بقى احطها بقى كده اهي. لا بحط لها ميه، هي بعد كده بقى تستوي منها فيها كده، بتنزل ميتها. بص هي ما نزلتش ميه خالص، بس هي بقى مع السوا والبصل هتنزل ميه، وهغطيها وهتستوي تبقى زي القشطه فله كده اهي. هجيب بقى حته توم كده على بالي. انا بقى هغطي عليها واوطي عليها خالص، واوطي عليها واسيبها ايه تستوي بقى كده. لما تستوي نرجع تاني. ودي حبايب القوانص اهي دخلت في 3/4 سوا كده. ماشي، احط بقى عليها الكبده عشان الكبده ما تاخدش وقت كتير. انا ما بحبش اقطع الكبده يعني حتت صغيره كده، عشان ايه تبقى ماسكه نفسها كده. ايوه بنات. ريحتها يا جماعه، بص انا لسه ما حطيتش التوابل، بس والله ريحتها ايه جميله 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 يعني. اسيبها بس قيمه كده 5 دقايق كده تستوي. وده حبايبي الكبده هي دخلت اهي في السوا اهي. هنزل بقى عليها بالفلفل. الفلفل ده يا بنات كنت مفرزاه في الفريزر، شايلاه من رمضان. ايه رايكم؟ جميله. تعمل بقى سندوتشات بطحينه كده بجرجير، تتعمل بقى نعمل معاه مكرونه، معاه رز ابيض، كل واحد بقى وايه حسب ما بيحب يعني ايه ياكلها معاه. احنا هناكلها يعني بعيش بصراحه. هنعملها سندوتشات. ودي بنات بقى التوابل اللي هي الكمون والفلفل والكزبره الناشفه ومعلقه دبس رمان اهي. انزل بقى عليها كده والثومه. اهي شايفين يا بنات، والله العظيم الريحه روعه روعه روعه. جربوها بالطريقه بتاعتي دي والله هتعجبكم، لان انا اختي بتعملها كده وهي قايله لي والله على الطريقه دي. انا عيالي اصلا مش بياكلوها، احنا اللي انا وبنتي، لكن بقيت عيالي مش بيحبوها. اهي الريحه والله يا بنات تحفه. شوفوا انا ما حطيتش توابل في الاول خالص اهي. اسيبها بس دقيقتين كده. اهو يا بنات كده هي استوت اهي، بقت 100 100. شايفين جميله ازاي اهي، تحفه اهي. بس انا عاملاها بصراحه بسمنه بلدي كده ومخليه طعمها تحفه اهي. رصدت بقى عليها واقدمها بقى. ودي حبايبي الكبده اهي بعد ما خلصت. ايه رايكم بقى؟
عايزاكم بقى تجربوها بالطريقه بتاعتي دي، وما تنسوش معلقه دبس الرمان دي تحطوها مع التوابل، وتركنوها كده شويه بالتومه كده، وتحطوها في الاخر بقى زي ما عملتها انا كده، والله جميله. جربوها بالطريقه بتاعتي دي ان شاء الله هتعجبكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.